جاية للصاعد الجديد أولمبيك أقبو الذي فاز في المباراة الأولى ثم انهزم أمام شبيبة القبائل ليجدد العهد مع الانتصارات لما استقبل فريق شبيبة الثورة. مباراة علق عليها زميلنا وليد فرحان، نتابع سوي الملخص. سلام 10/10، فرصة خطيرة للثورة، فرصة خطيرة، أول أهداف المباراة. قلنا بأنه أول أهداف المباراة قبل أن تدخل الكرة، قبل أن تعانق الشباك. التوزيعة جاءت بهذا الشكل داخل منطقة الجزاء، خطأ من المدافع وخروج غير موفق أيضا من قبل الحارس، والثورة تسجل الواحد دون مقابل في الكرة واللقطة الماضية بشكل رائع من قبل بالميلو. هو صاحب القرار الأخير، خطيرة. هجومهم جاء ورد وسجل بالنيران الصديقة، بالنيران الصديقة. عادوا إلى أجواء المباراة، هكذا لعبت، هكذا حضرت، هكذا جاء الخطأ من قبل دفاع فريق شبيبة. وصلت الآن للخطير وكيل، عرضية من وكيل راسية خطيرة خطيرة خطيرة. فعلها القناص على كل شيء، الرائع جدا من الجهة اليسرى، الخطير جدا. وكيل الذي دخل في الشوط الثاني وهارون الذي دخل في الشوط الثاني. كوتشينج بوعكاس كان موفقا. على خيبة امل عناصر الثورة. صعب في كرة القدم انك تلقى الهدف في الدقيقة 98 وهو اول هدف يسجل بعد 90 منذ بداية هذا الموسم برأسية من علي هارون الذي سجل هدفه الثاني منذ بداية الموسم بعد الهدف الذي سجله في مرمى شبيبة القبائل. أولمبيك أقبو الصاعد الجديد 6 نقاط فوق أرضية الميدان، حتى الهزيمة أمام شبيبة القبائل كانت بصعوبة كبيرة وبفارق هدف. هل تشعر بأنه إدارة الفريق كونت مجموعة شابة قادرة على أن تفرض نفسها وتضمن البقاء هذا الموسم؟ والله شوف، أحسن شيء هو المباراة أمام شبيبة القبائل، يعني قدم مستوى لا بأس به. كنا نعتقد بأنه ديربي، لا يمكن أن تحكم على فريق في ديربي. علاش؟ يلعب حرارة، يلعب إرادة، ديربي صحيح، ولكن في بعض الأحيان الديربي على الأقل تقول لنا الصعود تاعي نلعب بطريقة دفاعية، نوعا ما نخلي الفريق الخصم هو اللي يخرج من المنطقه تاعو. ولكن شفنا انه لعب ند لند امام الشبيبه. في مباراه امس نفس الشيء. ماذا اعجبك في اولمبيك أقبو؟ تنظيم الفريق، يعني كل لاعب في المنصب تاعو. مدافع ايسر اللي هو اللاعب واسع صراحه يصعد يساند زملائه مبارك ورغم تقدمه في السن، ولكن تحس انه عنده التجربه. نوعا ما بعض الاحيان نحس انه متاخر، وهذا طبيعي، انا نشوفه طبيعي. يعني مع مرور المباراه راح يزيد يصلح نفسه. التغييرات تاع المدرب بعد دخول لاعب هارون حسيت انه وكيل وهارون من صنع الهدف الثاني جاء بتغييرات بديلين وخاصه هارون. يعني هارون حسيت انه هذا اللاعب عنده لو سونس دي بوت، يعني قناص صراحه. قناص حتى قبل ما يسجل الهدف، تحركاته من الناحيه الدفاعيه تحس انه الفريق بدنيا جاهز، يعني كانه ما كانش في القسم الوطني. بدات تحضيرات مبكره. سيم زينيغيل، ما هو اللافت بالنسبه اليك بالنسبه لفريق اولمبيك أقبو الذي بدا الموسم جيدا فوق ارضيه ميدانه ب6 نقاط كامله؟ اولا فريق أقبو لاعب متكون من لاعبين ذو تجربه، عندهم تجربه. اغلبيه اللاعبين كلهم لعبوا في القسم الاول في فرق اخرى، اذا ماهوش غريب ان يكونوا في هذا المستوى. لان نعرف ان بعض اللاعبين لعبوا عندي انا مستواهم مقبول جدا، يعني مستواهم لا باس، كما هارون، كما العمري، كما يعني كان بعض اللاعبين اللي حقيقه عندهم مستوى جيد. وزياده على هذا عندهم اراده في اللقاءات. لما في اللقاء تاع البارح حسيت ان كان عندهم رغبه في الفوز،
بعد الهدف رد فعل خاصه التوقيت تاع التسجيل. شباب الثوره لعبوا بذكاء وعرفوا كيفاش يباغتوا الفريق، يعني سجلوا هدف وكان ممكن يسجلوا اهداف اخرى، ولكن الاقبو دائما قعدت في اللقاء، حاولت، وبعد التغييرات زادت من الضغط على الخصم. حتى رئيس الفريق بكى نعم. بعد يعني بكى بعد الهدف الثاني، تشعر بانه الاشياء اللي كان يتحدث عليها مزيانه، فحرر الجميع. رئيس نادي يبكي. انا حبيت هنا رئيس نادي يبكي فوق المدرجات بعد الهدف الثاني. نظن انه هو يعني هو اللي كيف تفسر ذلك؟ بالنسبه لي كان اللقاء كان صعب، كان ممكن الثوره تقتل المقابله في الشوط الاول. نشوف انه انا نتكلموا على هدفين 3 اهداف، انا نتكلموا على اولمبيك اخر، ولكن انا نشوف اللي زاد ساعد اكثر هو عدم استغلال شباب الثوره. كنت سأسأل عن شباب الثوره التي لم تبدأ الموسم بشكل جيد يا طارق، تتعادل بميدانها، تنهزم مرتين، ما هي شباب الثوره اللي تعودتنا انها تبدأ بقوه، ولكن عنده فارق صراحه، يعني عنده فريق، تجربه موجوده، اللاعب سعدي بقى في نفس امكانياته صراحه متميز. متميز من الناحيه الهجوميه، من الناحيه الدفاعيه. اللاعب اللي سجل ضد مرماه اللاعب حدوش والمحوري، قام كرة الهوائيه خداها، ارتكب الخطا. بوشيبه مازال يعني بوشيبه في سوء الحظ ايضا مع لا كريم سوء الحظ، ولكن لما انت ما تعطيش، ما نقولش ما تعطيش قيمه، ولكن لما تتهاون في بعض اللقطات تخلصها. والله انا كنت نشوف انه اذا ما سجلتش في هذه الظروف، لانه عده مرات كانت فرص سانحه انه يسجل، تقتل المباراه ومن بعد ذلك خليك تقول المباراه لعبها جزئيه بطبيعه الحال. انا قلت سوء الحظ لان ضيع ضربه جزاء مع اتحاد خيش لفتوح، ضيع وتسجل ضد مرماها وضيع فرص هكذا، لذلك قلت سوء الحظ ربما لفريق شبيبه الثوره في هذه المباراه. ولكن شيء الاكيد ما يخافوش على فريقهم جمهور شبيبه الثوره، ما نظنش، لا صراحه يتداركوا مستقبلا، يقدر يدارك في اقرب وقت. نظن المباراه القادمه يقدر يعاود يرجع. ذكريني تحكيميه مسليماني بالبشير باداش الحكم الرابع السيد شيحاوي. شفنا الاهداف 3 اهداف يعني ما فيهم ولا شيء، اهداف صحيحه. المباراه يعني ما جابولناش، ما على باليش واش كاين في المباراه، ما فيه ولا شيء. انا واش نهضر لك، قلت لك ما كان حتى حاجه اللي نهضر عليها في هذه المباراه، ما عدا جبد بطاقه صفراء ثانيه. يعني انا تمنيت في هذيك اللحظه كان يعرف كيفاش يدير لا جيستيون تما تسيير المباراه. علاه هو صفر على التسلل